تعال اقول لكم على حاجات ما نقدرش نستغنى عنها في رمضان عشان نحافظ على الفرن. واول حاجه معانا هو المنتج ده. افتح يا باشا. العلبه دي مش عايزينها. اللي قدامكم ده مش بروتين عادي، ده ميسلر كازين. ايه الفرق بينهم بقى وليه ما نقدرش نستغنى عن ده في رمضان؟ البروتين العادي الجسم بيمتصه بسرعه، وده بيكون مطلوب في الايام العاديه لان احنا قدامنا وقت وبنبقى قدامنا كذا وجبه نقدر ناكلها، فبنبقى عايزين حاجه امتصاصها سريع. بس في رمضان بقى احنا بنبقى صايمين معظم الوقت، فهنا بيبقى الجسم محتاج حاجه امتصاصها ابطا عشان يستفاد طول فتره الصيام. وهنا بقى بيجي دور بروتين الكازين، بس ده كمان مش كازين عادي. الكازين العادي بيبقى فيه تدخلات كيميائيه، فجوده الكازين ما بتبقاش احسن حاجه. هو امتصاصه بيبقى بطيء، بس ما بيبقاش بطيء قوي بالجوده اللي المفروض يقدمها. المنتج ده بقى 100% ميسلر كازين، وده ممكن يقعد من 6 ل 8 ساعات جوه الجسم بيستفاد منه. انتوا متخيلين الفكره؟ يعني يعتبر جسمك نص فتره الصيام عمال بيستفاد وشغال، والعضلات بتستفاد من حاجه جوه الجسم. علشان كده سكوب من ده في السحور صفقايه كسبانه جدا. كيب جوينج مش بتعمل اي حاجه برضه، ولو عايزين تطلبوها هتلاقيني عامل لهم منشن. ادخلوا على الويب سايت بتاعهم واستخدموا كود عمر، هتاخدوا خصم جامد جدا. واخر حاجه طبعا ما تنسوش ان التفاصيل بتفرق مع كيب جوينج.